محتاره ومش عارفين نعمل الغدا ايه، قلت اقطع بصلتين على طماطمتين على حبه توابل ونعمل احلى صوص. وعندي وراك غسلاها كويس، وقلت ايه اتبل كده واعملهم في صينيه واعمل جنبيهم ملوخيه ورز، عشان الدنيا مش مستاهله الصراحه الفرك والاكل في الحر اللي احنا فيه ده، ربنا يرحمنا برحمته. تبلت اهو قدامكم، قطعت بصلتين وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود، وحطيت عليهم توابل 7 بهارات، ودعكتهم كويس وحطيت عليهم حبه زيت، وهسيبهم ياكلوا في نفسهم شويه، وبعد كده ادخلهم الايه الفرن، واروح ايه اولع على الملوخيه والرز. بصوا انا كان عندي معلقتين صلصه باقيين من المكرونه، حطيتهم على الفراخ، وحطيت قرن سبايسي، وحطيت قرن رومي تغلي غلوتين بس من فوق، وبعد كده احطهم فين في الفرن. تعالي بقى دلوقتي طبعا عاوزين نعمل الفراخ، وعاوزين نعمل ملوخيه ونعملها بشوربه، وما عندناش ايه شوربه عشان احنا ما سلقناش الفراخ. طب هنعمل ايه؟ نعمل احلى شوربه من غير شوربه. ادي ميه سخنه اهي، انا مسخنه ميه في الكتيب، حبه ميه صغيرين اهو على قد الملوخيه بتاعتنا، انا جايبه حسبه ملوخيه واحده، وهنزل فيها ب2 ماجي اهو، واحدتين ماجي اهو، حطيت التانيه. تمام، اعمل لك احلى شوربه دلوقتي حالا، احلى شوربه. تمام كده، تمام. هنا 2 ماجي، احط حبه كزبره ناشفه، واحط حبه فلفل اسود اهو. تمام كده اهو، تمام ماشي. ومعلقه توم، وادي معلقه توم فريش اهو، معلقه توم صغيره، واقلب واحط حبه ملح، وانزل بحبه ملح اهو عشان انا حاطه ماجي، مش هنزل بملح كتير. هبشر بقى ايه، هبشر طماطمتين اهو، طماطمتين مبشورين صغيرين، بصلايه صغنونه اهي، شقايه ايه 4، واولع عليها دلوقتي على النار، واول ما تغلي هنزل بالملوخيه بتاعتي الجميله. تعالوا نحطها على النار. ولع عليها على النار، ولعت عليها على النار. تعالوا نشوف الفراخ بتاعتنا، قلت عشان الفراخ ايه تاخد غلوه، بسم الله ما شاء الله عليها اهي، تاخد غلوتين كده واروح مدخلها فين في الفرن على طول. ادي الشوربه غليت اهي، بقت 100 100. طعمها بسم الله ما شاء الله، والله طعمها تحفه تحفه تحفه، اكنها شوربه بالظبط. وادي الملوخيه بتاعتي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. مش هقف استحاله يعني عشان ما عنديش شوربه، لا ده انا اعمل شوربه على طول في 5 دقايق اعملها. اللي هيظبط بقى ملوخيتي الجميله ويخليها حلوه شعره الكربوناتو. بصوا شعره صغننه لا تذكر، خلي الملوخيه لاخر معلقه في الحله ليها عرق وجميله. بصوا الجمال، بصوا الجمال، ولا طعمها وريحتها الله اكبر عليها اهي. تغلي بقى معانا ونعمل الطشه الجميله بتاعتي. غليت اهي، شلتها ولعت على ايه، على الطومه بتاعتي. تعالي بقى اسمعي مع بعضينا احلى تشه في الدنيا. يا لهوي، بصوا هاتي يا بنتي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. احلى فش وتش في الدنيا. الملوخيه دي ولا مش ملوخيه؟ فيها عرق ولا ما فيهاش؟ بشوربه ولا مش بشوربه؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله على ريحتها وطعمها تحفه، من البصلايه الصغنونه الجميله اهي. تعالوا بقى نعمل ايه، الرز. ادي الحله بتاعتي، هنزل فيها بمعلقتين زيت اهو، وهنزل عليهم بايه، بمعلقتين سمنه عشان احمر الشعريه بتاعتي الجميله. وادي الزبده، احلى حاجه لما الرز لو عندك معلقتين الزبده دول تعملي بمعلقتين الزبده. الصراحه الزبده دي معموله لحاجات كتير متخصصه، البيض المقلي ده حقيقي. هنجيب بقى الشعريه، الفول بالزبده بالثوم، الرز، طشه الملوخيه،
بصراحه الحاجات دي تبقى في حته تانيه خالص. انا بحب الشعريه فهفضل احط شعريه كفايه كده، مقطعش اكتر من كده. ادي الشعريه بتاعتي الجميله حمرتها وهنزل بالرز. وادي الرز اهو حطيت له الميه بتاعته واسيبه لغايه ما يستوي. وادي صينيه الفراخ في الفرن. اسهل واحلى اكل، احلى غدا. وادي بسم الله ما شاء الله الرز استوى خلاص. وتعالوا بقى ايه نغرف الاكل بتاعنا. وادي الغدا اهو غرفته. ما لقيتش حد يجيب لي مخلل، اسكت انا لا، قطعت في قرنين فلفل على طيتين على ليمونه على دقه حمراء. بصوا الفراخ بسم الله ما شاء الله حطيتها تحت الشوايه شويه. وده الرز بتاعنا الجميل. وده الغدا بتاعنا النهارده. البساطه مفيش احسن منها، مفيش احلى من البساطه. بساطه لما تعملي اي حاجه في البيت جميله، اي حاجه في البيت حلوه. بالهنا والشفا على اللي هياكل وعلينا. تعالوا اتغدوا معانا واشوفكم في لايف جديد، في فيديو جديد. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.